لو مهتم بالأخبار الغريبة، الحوادث المروعة، يبقى مكانك الطبيعي. اعمل اشتراك دلوقتي وخد لك لفة في القناة، هتلاقي حاجات هتخليك تقول هو ازاي ده بيحصل. ركز معايا يا كاريزما، في نفس اليوم وفي بلد واحدة حصلت كارثتين على الطرق. 6 ضحايا راحوا في لحظة، 3 منهم من عيلة واحدة، و3 شباب كانوا رايحين يلعبوا كورة رجعوا جثث. في الأول على الطريق الوطنية رقم 8 في منطقة أبزو بإقليم أزلال، عربية خفيفة كانت ماشية بالعيلة، الجد، الجدة وحفيدهم الصغير. فجأة اتصدمت بشاحنة كبيرة الحجم. التصادم كان عنيف لدرجة إن ال3 ماتوا في نفس اللحظة. الراجل ومراته وحفيدهم حياتهم خلصت بثانية. وقبل ما الناس تلحق تستوعب اللي حصل، جات الصدمة التانية في نفس اليوم على طريق تانية في إقليم تارودنت عند جماعة أهل الرمل. 3 شباب في عز شبابهم راكبين عربية خفيفة رايحين يشاركوا في دوري كورة محلي. اتصدمت عربيتهم بشاحنة كبيرة. نفس السيناريو، نفس النهاية. الشباب ال3 ماتوا في الحادث واتنقلوا لمستشفى الإقليم. Hold your breath. معقولة لحد دلوقتي لسه ما عملتوش اشتراك في قناة هاروت اكس؟ يلا اشتركوا حالا واعملوا كومنت. Take your breath. والدرك فتح تحقيق برضه، وسايق الشاحنة اتحجز تحت الحراسة النظرية لحين ما التحقيقات توضح الحقيقة. يعني في أقل من 24 ساعة 6 أرواح راحت، منهم عيلة كاملة وشباب عندهم أحلام، وكل ده بسبب طريق الموت. سلام يا كاريزما. معقولة لحد دلوقتي لسه ما عملتوش اشتراك في قناة هاروت اكس؟ يلا اشتركوا حالا واعملوا كومنت. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.